الورقة 63. حين جلسنا جميعا للطعام في المساء شعرت بأن السعادة تغمرني. باتية الصغيرة أصبحت شابة فاتنة، وجهها المشرق شديد البياض وعيناها الزرقاوان يذكراني بجمال العمة سولاف. أما عامير فقد صار عملاقا أسمر بدينا، تضاعف وزنه مرات ومرات، ربما لقلة الحركة في المراعي أو لكثرة الأكل من لحوم القرابين. المفارقة بين ضخامته وضآلة باتية كانت تزداد حينما تؤامره باتية بشيء ما فيسرع إلى إجابة طلبها، الأمر الذي جعلني أشعر أن عامير الأسمر الطيب يذوب عشقا في الفتاة الصغيرة الفاتنة. انضم إلينا شهبور في الطعام، ولكنه انصرف بعده مباشرة. شكر أمي على طهيها ثم غادرنا حتى يترك لنا فسحة للسمر وحدنا. وحين جمعنا البيت الدافئ شعرت بأن روح أبي بيننا، تضحك لضحكنا وتتطلع إلى الأسرة التي اجتمع شملها في حنان. سألتهم عن أصدقاء أبي القدامى، فقالت أمي في أسف: مات بصلائيل بن حور. قلت في حزن: رحمة الله عليه، كنت أشتاق إلى الحديث إليه. سألت عامير: وماذا عن النقباء ال12؟ قال: هلكوا جميعا وكان آخرهم شموع بن زكور. ثم قام واقفا وقال: قد ترك لك شموع بن زكور شيئا. ذهب إلى صندوق كبير ارتكن إلى الحائط ففتحه، وغابت رأسه بداخله لحظات قبل أن يخرج حاملا بعض لفائف البرد المرتبة وقدمها إلي. أمسكتها بيدي فقرأت صفحتها الأولى لأجد مكتوب بها: شهادة شموع بن زكور على رحلة النقباء ال12 إلى الأرض المقدسة. تنهدت وأنا أكتم بكائي بعدما تذكرت تلك الرحلة المشؤومة، واحتفظت بتلك الأوراق لإضافة ما بها إلى أوراقي لاحقا. سألت أمي وأنا أشير إلى الصندوق: هل ما زلت تحتفظين بقبعة الفارس؟ ضحكت وقالت: بالطبع. قلت في فرح: حقا؟ قالت: نعم، هذا الصندوق يحوي كل ذكرياتنا، ملابسك وملابس أبيك والناي، وأيضا أدوات النجارة التي كان يعمل بها. يتشبث الإنسان بمقتنيات من يحب حتى يشعر بوجوده حوله. سألت عامير: لماذا لم تعمل في النجارة يا عامير كما كنا نعمل؟ ضحك وقال: لم أكن أجيد الصنعة مثلك، كما أن الشيخ بصلائيل دعاني كي ألتحق بالخدمة في بيت الرب بعدما رحلت أنت. سألته: إلى متى ستمكثون في وادي رثمة؟ قال: أصبح البقاء في النزل يطول، وظني أننا سنمكث هنا شهورا. قلت: ظننتكم ستصعدون قريبا إلى قادش. صمت قليلا ثم قال: أتدري يا شمعون أن شعب إسرائيل لم يطأ قادش منذ أن مات أبونا زخاري؟ اقتربنا منها مرات ومرات ولكننا لم ندخلها. قلت: إذا ما دام البقاء سيطول في رسمة، لماذا لا تأتون معي إلى رسة كي أحضر أروى وإبرام؟ قالت باتية في فرح: حقا أشتاق إلى رؤية بيتك وزوجتك يا شمعون. رأيت الرفض على وجه عامير ولكنه لم يعارضها، فقلت مشجعا: ستفرحين هناك يا باتية، لي بيت من الحجر وماشية ترعى وتجارة. قاطعتني أمي قائلة: كلا يا شمعون، لن نغادر نزلا فيه بيت الرب ونبيه. قلت مستعطفا: أشفق عليكم يا أمي من كثرة الترحال والعيش في الخوص والخيام طيلة هذه السنوات، ولا بأس من أن تنعموا ببعض الراحة قبل أن نعود إلى هنا. قالت باتية مستحسة إياها: أما تشعرين بالسأم يا أمي من حي رأوبين؟ ثم أردفت في ضيق: يكفي ما نراه من أبناء عزرا كي نهجره إلى الأبد. قلت: من أبناء عزرا؟ قال عامير: هم جيران لنا في حي رأوبين، ينفسون حقدا على كل ذي فضل، نالنا شذرات من بغضهم بعدما أكرمنا الرب وأغنانا من فضله عنهم. قلت باسما: هذا أدعى بأن تتركوا لهم الحي لبعض الوقت يا أمي. قالت أمي في حسم: لن نفارق النزل يا ولدي، إن شئت ذهبت فأحضرت أهلك، وإن شئت أتى بهم الدليل، أما أنا فلن أفارق صحبة نبي الله موسى حتى يتوفاني الرب. استسلمت لرأيها ولم أشأ أن أغضبها، فقلت وأنا أقبل يدها: سأرسل إليهم الدليل، فأنا لا أستطيع فراقك مرة أخرى. وقام عامير وباتية ليبيتوا في دارهم،
بينما قضيت أنا الليلة في فراش أمي بعد سنوات وسنوات من الشوق إلى ليلة كهذه. ذهبت أنا وشهبور إلى خيمة الاجتماع في ساعة مبكرة من الصباح. أخذ شهبور ناقته وقد عزم أن يقدمها قربانا للرب. نظرت إلى وجهه الذي اكتسى بالسكينة وسألته: وكأنك قد عزمت ألا تعود ثانية إلى رسة؟ عقل شهبور الناقة في عمود الخيمة الخارجي بجوار المذبح، ثم نظر إلي وقال في صفاء: لن أفارق هذا النبي ما حييت يا شمعون. رأيته أمس يجمع أطفال بني إسرائيل ويحكي لهم عن أبينا إبراهيم وإسماعيل، فانهارت الدموع من عيني. ما أحلى كلامه وما أصدقه. مررنا من باب الخيمة فغمرنا البخور المقدس برائحة أعادت إلى قلبي ذكريات مضت. وقفنا أمام كاهن صغير السن، بدا لي أنه من أحفاد هارون. كان الكاهن الصغير يرش الماء المقدس الذي تليت عليه الصلوات في أركان الخيمة. حين رآنا سألنا: فيما تقدمان الذبيحة؟ هل هي للخطيئة؟ قلت: بل هي ذبيحة السلام، نقدمها شكرا للرب. كان شهبور يتلفت حوله وهو يتطلع إلى سقف الخيمة والمذبح ومرحضة الماء المقدس، ثم نظر إلى قدس الأقداس نظرة طويلة وهمس في أذني: ما هذا؟ شعر الكاهن الصغير بما يدور في ذهنه فقال: هذا قدس الأقداس. قال شهبور: أهذا المكان الذي يتجلى فيه وحي الرب؟ قال الكاهن مبتسما: نعم. شعرت برعدة جسد شهبور حينما أمسك بيدي وأراد أن يتحرك نحو قدس الأقداس، ولكن الكاهن استوقفه وقال: لا يدخله إلا نبي أو كاهن. ثم وضع إصبعه على صدر شهبور: يتجلى الرب على كل شيء ويسكن في قلوب عبيده، ادعه وسيسمعك وإن شئت دعوت لك. جلس شهبور على ركبتيه وقال: ادعوا لي. وضع الكاهن يده على رأسه ومسح رأسه بالماء المقدس، ثم طاف بمجمرة يفوح منها رائحة البخور والعنبر فوق رأسه وهو يتلي عليه بعض الصلوات. وبعد أن فرغ سألني الكاهن: أترغب في أن أصلي لأجلك أيها الشاب؟ قلت شاكرا: سأصلي أنا بنفسي. غسلت يدي من الماء المقدس ووقفت معتدلا وقد أدرت وجهي جهة المقدس. كانت أول الصلوات لي في خيمة الاجتماع منذ سنوات. لم أحفظ الكثير من الترانيم في حياتي، ولكني أدركت أن خير الصلاة ما ينبع من القلب، وكان قلبي حينها مفعما بالشكر. شكرته أن أحفظ لي أمي حتى أراها، وشكرته أن أعادني إلى قومي، وشكرته على كل ما حدث لي في حياتي. شكرته لأنه الحافظ والمدبر والمعزي، وأن أقداره كانت ألطف بي مما تمنيته لنفسي. فرغنا من الصلاة ثم سرنا في النزل نلتقط قطعا من المن. وضع شهبور إحداها في فمه فذابت حلاوتها في فيه وامتلأت نفسه بالبهجة فقال: أتدري يا شمعون ما أكثر ما فضلكم به الرب؟ قلت مبتسما: لعله ذلك المن الذي يذوب في فمك حلاوة. ابتسم قائلا: كلا، ولكن ذلك الوحي الذي لا ينقطع عندكم. ما أجمل أن يحيا الإنسان في مكان تتجلى فيه كلمات الرب. قلت: صدقت. تنهد ثم قال في حزن: أتظن أنه سيأتي يوم يرسل فيه الرب إلى بني إسماعيل من يجمعهم ويعيدهم إلى ملة إبراهيم كما فعل موسى؟ قلت في يقين: أجل، وذلك ليس ببعيد، طالما من بني إسماعيل رجال مثلك ومثل عمرو. ودعنا الدليل الذي رافقنا في رحلتنا من رسة بعد أن أمدته بالمال والطعام، وطويت له رسالة أرسلتها إلى عمرو بن دومة. طلبت من عمرو في الرسالة أن يعيد أروى وإبرام، وأن يمنحني بضع نوق أجعلها لأخي عامير حتى يكف عن الرعي في أموال الصدقة. وقضيت الأيام التالية كمن يروي عطشه بعد طول الظمأ. كنت أمكث ساعات طويلة في المساء إلى جوار أمي وأختي وعامير، أروي لهم ما مر بي من أحداث في بقعة أخرى من تلك الأرض لا يعلم عنها بنو إسرائيل أي شيء. رأيت الشغف في أعينهم، ورأيت الفخر في عيني أمي، وكانت نظرة الفخر تلك كفيلة بأن تمحو من نفسي إحساس الندم الذي رافقني طيلة السنوات الماضية. فلا شيء أكثر برا من أن تجعل أهلك يفتخرون بك. وفي كل صباح كنت أنا وشهبور نلازم مجلس نبي الله موسى، نستمع إلى أحاديثه وتعاليمه التي يلقيها على الرجال في خيمة الاجتماع، فتمتلئ نفوسنا ثقة
بأن الرب يرعانا ما دام نبي الله بيننا. ورأيت حماس بعض الشبان في تدوين وصايا النبي موسى في رقاع من الجلد يتداولونها فيما بينهم بعد انتهاء الدرس، ففعلت مثلهم، وكنت أمكث ساعات بعد انتهاء الدرس أكتب ما أستطيع كتابته في أوراق البردي، وأطلع على ما يكتبه الشبان الآخرون، فتراودني رغبة في أن أجمع كل هذه التعاليم في سفر كبير يحفظها من الضياع. حتى جاء يوم اختلفت فيه بعض الشبان على مسألة ذكرها موسى في درس سبق، فكتبها أحدهم بطريقة وكتبها الآخر بطريقة أخرى، فوقع خلاف بين التلميذين، ووجد كل واحد منهما فريقا ينصره. فخرج إليهم الكاهن هارون وقال لهم: إن الرب قد أمر نبيه موسى بأن يخبر الشعب بألا يختلفوا، وأنهم يوم يعبرون نهر الأردن سوف يقومون بنقش وصاياه الأخيرة على حجر كبير يشيدونه وينقشون عليه كلمات الناموس نقشا جميلا. ورغم أن بعض التلاميذ قد استمروا في تدوين الوصايا، إلا أنني توقفت عن كتابتها، ووجدت أنه من الخير ألا أكتب شيئا يظنه الناس من بعدي من وصايا النبي، وهي مما فهمته أنا. وفي صبيحة يوم أفسحت فيه الشمس لنفسها طريقا بين الغمام، فأشرقت على نزلنا وأثارت فيه الدفء. وصلت قافلة أروى إلى رسمة، وكانت مفاجأة عظيمة بالنسبة لي أن جاء الدليل ومعه بضعة فرسان من بني ياطور، ترافقهم عشرات النوق المحملة بالبر والتمور والبخور. أثارت القافلة التي اخترقت خيام النزل وأناخت رواحلها في حي رأوبين فضول الناس، وتساءلوا عن صاحب تلك القافلة القاطن في حي رأوبين. هرولت إلى أروى وإبرام احتضنتهما، وخرجت رومانا وعيناها تفيض بالبكاء والفرحة، وهي لا تصدق أن ولدها اليتيم قد صار له هذا الشأن العظيم. احتضنتها أروى وقالت وهي تبكي: اشتقت لرؤيتك كثيرا يا أماه، أنت أجمل مما حكاه شمعون عنك بكثير. احتضنتها أمي وهي تقول: وأنت أجمل من رأت عيني يا أروى، بارك الرب لك فيك يا قرة العين. ثم هبطت على ركبتيها فحملت إبرام الذي كان يمسك جلباب أمه خائفا، ولكنه استكان حين ضمته أمي إلى صدرها، وفاضت عين أمي بالبكاء وهي تقول: ابن ولدي الحبيب إبرام، حمدا للرب، حمدا للرب، ليتك حي يا زخاري، لتقر عينيك كما قرت عيني. وجمعني الرب بأهلي أجمعين بعد سنوات من التيه والشقاء. ما كنت أظن في أحلامي أن أنال ذلك الفضل، وما ظننت أن تتلطف بي الأقدار إلى هذا القدر حتى تجمعني بكل من أحب في مكان واحد، أمي وزوجتي وأختي وأصدقائي، وفوق كل ذلك صحبة نبيي ومعلمي. ولم أدري وأنا أتمطع في نشوة الفأل أن الأقدار لا تزال تحمل لنا في جعبتها ابتلاء زلزل سكينتنا، وكاد أن يعصف بحياتنا للأبد. الورقة 64. أثارت القافلة في حي رأوبين أقاويل الناس، وأعادت إلى الأذهان ذكرى زخاري النجار الذي مات في قادش برنيع. تداول الناس حكاية الصبي الذي غادر بني إسرائيل صغيرا، ثم غاب لسنوات ليعود بزوجة عربية وثروة طائلة. لم تشعر أمي بالراحة من تودد النساء في حي رأوبين إليها. طرق الباب للمرة العاشرة في ذلك النهار، ففتحته لتجد إحداهن تسألها أن تقرضها صاعا من البر. أعطتها أمي الصاع وهي تعلم أنها لن ترده، ثم أغلقت الباب وقالت متبرمة: تركونا لسنوات بعد وفاة زخاري دون سؤال، وها هم يتوددون إلينا الآن. قلت باسما: الحمد لله الذي جعلهم بحاجة إلينا ولم يجعلنا بحاجة إليهم. قالت باسمة: تتحدث مثل أبيك. كانت أروى تجلس على الأريكة وقد انتفخت بطنها وبان حملها، فقالت ضاحكة: لو ظل الباب يطرق على هذا المنوال لنفدت أجولة البر قبل الصباح. قلت غير مكترث: ومن يبقيها للصباح؟ سأنتظر حتى يعود عامر وشهبور في المساء وسنهديها قربانا لبيت الرب. رفعت أروى حاجبيها دهشة وقالت: ألن تترك لنا منه شيئا؟ قلت: وما حاجتنا به يا أروى؟ وهل هناك طعام أحلى من المن والسلوى؟ ضحكت أمي وهي تقول: ألم أقل أنك تتحدث مثل أبيك؟
ثم التفت إلى أروى وقالت: لا تبتئسي يا أروى، كتب علينا أنا وأنت أن نذوق شظف العيش بسبب قلوبنا. قالت أروى ضاحكة: لعلي أرحم حالا منك يا رومانة، فأهلي لا يزالون في رسة، أما أنت فقد غادرت جانبات مصر بلا رجعة. قلت لأروى مؤنبا: أراك تنسجين خيوط الحديث معها، وقد وجدت من يعوضك عن غياب أم السعد. قالت أمي ضاحكة: انتظر حتى يجن الليل وسأعلمها كل أسرارك. انطلقت الضحكات صافية من القلب، وشعرت بالسعادة لأن جسرا من الود قد امتد بين رومانة وأروى، حتى وإن اتفقا عليه. وقبل أن أتكلم طرق الباب طرقا عنيفا، ظننا إن إحداهن ستطلب قدحا من البر. ذهبت أمي لتفتح الباب، فإذا بباتية تدخل صارخة وهي تقول: أدرك عامر يا شمعون، فقد تشاجر في المرعى وتكاثر عليه الرجال هناك. هرولت خارج المنزل ورآني شهبور الذي كان يقف بناصية الحي مع بعض فرسان بني يطور أهرول، فناداني قائلا: ماذا حدث يا شمعون؟ قلت دون ألتفت إليه: اتبعني إلى المرعى مع الرجال. وصلت إلى المرعى فوجدت صياحا شديدا، وقد بدا أن عراقا قد حدث وبلغ ذروته. نظرت فرأيت جسد عامر الضخم وقد تمدد أرضا، وبضعة رجال ينهلون على جسده ورأسه بالعصا. صرخت فيهم: كفى! ثم ألقيت بنفسي بينهم، أحول بين عصيهم وبين جسد عامر الذي تخضب بالدماء. نال جسدي ضربة من إحدى العصا، وحينما هم أحدهم بأن يهوي بعصاه على رأسي، تلقفت عصاه يد أحد الفرسان من بني يطور. دفع الفارس الرجل المعتدي بقدمه في بطنه فأسقطه أرضا، ثم انضم إليه شهبور وباقي الفرسان، وصنعوا حلقة حولي وحول عامر. هم الرجال بالاشتباك معهم، فنزع الفرسان سيوفهم من غمدها، وتلألأت النصال في أعين الخصوم، فأدركوا أن الأمر جاد. تراجعوا وقد أسقط من في أيديهم، فمن يجرؤ على رفع السيوف في محلة الرب؟ وقفوا مذهولين للحظات، ثم قال كبيرهم في صوت أجش: أيرفع رجالك السيوف علينا يا ابن النجار؟ وحق الرب إيل لنقتنص منك عند موسى. ثم نظر إلى عامير الممدد في إعياء وقال: أما أنت يا ابن الكوشية يا شقيق القردة والخنازير، فبحق الرب إيل لتدفعن ثمن ما فعلته، ولتخرجن من حينا الذي أصابه الفقر منذ أتيته. لم ألتفت إلى حديثه، فقد شغلني أمر عامير الذي كان يلهث وقد تخضب وجهه بالدماء. قال بصوت واهن: تكاثروا علي يا شمعون، ولو قابلوني رجل لرجل لصرعتهم الواحد تلو الآخر. مسحت الدماء عن وجهي بيدي وقلت في لهفة: لا تتحدث يا عامير، لا تتحدث يا صديقي. هم أن يتحدث ولكنه لم يستطيع، تهدلت جفونه ثم غاب عن الوعي. ناديت الرجال كي نتعاون على حمله، حملناه بجهد بالغ ثم عدنا به إلى الدار. صرخت النساء حين رأينه، وبكى إبرام خوفا من الصراخ، فحملته أروى وانزوت به رعبا في ركن البيت. نهرت النساء عن الصراخ، ومددت جسد عامير على الأرض، ثم قمت بمسح الدماء عن وجهه بخرقة مبللة. كانت جروحه غير غائرة، ولكن وجهه وجسده كانا قد تورما من كثرة اللكمات والضربات. تأوه من الألم حين كبست جروحه بالخرقة، فاطمأن قلبي أنه لا يزال حيا. فتح عينيه بصعوبة ثم نظر حوله، وحين رأى النساء اعتدل جالسا، وكأنما شق عليه أن تراه زوجته ونساء الدار وهو على هذا الحال من الضعف. خرج شهبور والفرسان من البيت الذي ضاق بهم بعد أن اطمأنوا على سلامة عامير. قدمت قدحا من الماء إليه كي يشرب، تناوله وقربه إلى فمه، ثم لم يلبث أن وضعه جنبا دون أن يشرب، وقد اختنقت عيناه بالدموع. ربطت على كتفه وسألته: ماذا حدث يا عامير؟ قال: هؤلاء أبناء عزرا. قلت: وما الذي جعلهم يتعاركون معك؟ قال: خرجت بنوق القافلة وأغنام القرابين إلى المرعى، فوجدتهم يرعون ماشية خال لهم من سبط يساكر، رغم أن اليوم هو يوم رأوبين في الرعي والسقاية. قالت باتية مقاطعة: ليتك تركتهم يرعون. ابتلع ريقه وقال: هذا ما فعلت، فقد وجدت المرعى قد ازدحم، وشعرت بأن الكلأ لن يكفي كل هذه الأنعام، فتركت أنعام القرابين ترعى وانصرفت قائلا: لا بأس أن ترعى الأغنام اليوم ثم ترعى الإبل غدا،
وأخذت الإبل إلى مسقى الدواب حتى تصدر بعد سفرها الطويل، وما إن وصلت إلى مسقى الدواب حتى تبعني 2 منهم ومعهم بعض الماشية. قال لي أحدهما: ما ينبغي لك أن تسقي تلك الإبل من مسقى دوابنا؟ سألته: لماذا؟ قال الآخر: لأن هذا المسقى لحي رأوبين. قلت: هي إبل شمعون بن زخاري بن رأوبين. قال الأول في سخرية: وما لابن المصرية وحي رأوبين؟ أما تكفينا أم المصرية حتى يأتينا بإبل امرأته العربية؟ نهرته قائلا: احذر يا هذا حتى لا يصور غضبي عليك. اقترب مني وقال: غضبك؟ ومن أنت حتى يصور غضبك علي يا ابن الكوشية؟ فلم أشعر إلا بجسدي ينحني إلى الأرض، ثم التقطت يداي حجرا كبيرا حملته في الهواء ثم قذفته نحوهما. لم يصيبهما الحجر، ولكن الرعب أصابهما من صوتي الذي زلزل الأرض من تحت أقدامهما، ففرا كالجبناء تاركين ماشيتهما. سكت قليلا ليلتقط أنفاسه اللاهسة، ثم قال: وبقيت مكاني حتى ارتوت الإبل، ثم عدت إلى المرعى كي أعود بأغنام القرابين، فوجدتهما وقد وقفا في انتظاري يحملان العصا في أيديهما. رأيت الشر في أعينهما، فشمرت عن ساعدي وتجهزت للقائهما. صرعت الأول ثم الثاني، ولكن فجأة رأيت باتية قادمة. خفت عليها وصرخت فيها كي تعود، فغفلت عيني عن أحدهم، فسقطت عصاه على عاتقي وأسقطتني أرضا. سكت وقد اختنق صوته بالانكسار، ثم قال: والله لولا هذا لجعلتهم خبزا تلوكه أفواه نساء الحي الليلة. هرولت باتية نحوه تحتضن وتقبل رأسه، وقالت باكية: فداك نفسي يا عامير. أما رومانا فقد جلست تنتحف في خفوت، وقد غطت فمها وأنفها بكفها. التفتت باتية إلي وقالت متحدية وهي لا تأبه لرومانا الباكية: لم نعد لنا حياة هنا يا شمعون، أريد أن أرحل، أريد أن أغادر هؤلاء الناس الذين يكرهوننا. نظرت بطرف عيني إلى أروى التي انكمشت في رعب، بينما كان جسد رومانا يهتز مع لحن نحيبها الخافت. قلت وأنا أشعر بهموم الدنيا تطبق على صدري: لن يرضى نبي الله موسى بما حدث. قالت باتية في حدة: كم من مرة شكونا لبصلائيل بن حور فكان يأمرنا بالصبر. ثم قالت في حنون: إلى متى نذوق المذلة ونعير بأمهاتنا؟ فهذه مصرية وهذا أم كوشية، واليوم يقولون عن زوجتك إنها عربية. هل كتبت علينا المعرة إلى الأبد؟ كانت كلماتها حادة كضربات البرد في ليلة ممطرة، فصرخت فيها غضبا: اصمتي يا باتية وكفي عن هذا. بهتت حين صرخت فيها، شهقت ثم انهالت دموعها وقالت في حزن فطر قلبي: سأكف يا شمعون، سأكف كما كففت من قبل، ولكني قديما كنت أتوعدهم وأقول لهم سيأتي أخي في يوم من الأيام ليرد عنا أذاكم. أما الآن فلن أقولها، فقد عاد أخي ولا زلنا لا نملك إلا الصبر على أذاهم. ثم وضعت يد عامير على كتفها وقالت: هيا بنا يا عامير، فلنا بيت نرتاح فيه. وقبل أن يتحرك سمعنا طرقا شديدا على الباب. قمت ففتحت الباب، فإذا بحارس من سبط لاوي يقول بي: هل أنت شمعون بن زخاري؟ قلت له: نعم. قال: يدعوك القائد يوشع بن نون إلى خيمته.